السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو سهل وبسيط ولذيذ جدا. هنعمل مع بعض النهاردة ام علي بالجلاش. لو عندك لفة جلاش ومحتارة تعملي بيها ايه او متكسرة ومش عارفة تعملي بيها ايه، احنا هنعملها مع بعض النهاردة ام علي بالجلاش والمكسرات بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نشوف مكوناتنا وطريقتنا. عندنا لفة جلاش، عندنا سمنة، سكر، لبن، مكسرات، جوز هند. يلا نبدأ بمكوناتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة يا حبايبي انا هاخد السمنة كده بالشكل ده، وعندي صينية وهدهن ارضيتها سمنة كده. بعد ما دهنت الصينية يا حبايبي سمنة بالشكل ده، هجيب بقى عندي الجلاش بتاعنا متكسر مش سليم، يعني هو ينفع في ام علي لان هو متكسر، عشان كده بقول لك لو عندك جلاش متكسر ما تقلقيش، هنعمل بيه ام علي ما ترموهوش. هحط الجلاش بتاعنا بالشكل ده وادهنه بقى سمنه كده، وبعد كده احط الطبقات، احط بقى ايه بقيت الجلاش بالشكل ده كده فوق بعضه كده، وادهنه برضو كده. شايفين متكسر ازاي؟ ما كانش ينفع ان انا اعمل بيه اي حاجه خالص غير ام علي. يلا لو عندك لفه جلاش يلا بعد الفيديو ده ان شاء الله هتقومي تعمليه ويطلع معاكي احلى ام علي بالجلاش والمكسرات. بعد ما عملته بالسمنه ده كده هدخله بقى على فرن درجه حرارته عاليه تحت الشوايه لحد ما يتحمص ويبقى مقرمش بالشكل ده. هجيب صينيه كمان تانية يا حبايبي وانزل برضو بالجلاش. هنخلي الصينيتين قصاد بعض عشان ننجز في الوقت بالشكل ده، وهدهنها سمنه من كل طبقه وطبقه. احاول ان انا ادهنها سمنه كويس عشان الجلاش يطلع معايا مقرمش وسفري وطعمه حلو كده. وبعد يا حبايبي ما حمرناه بالشكل ده، شايفين بسم الله ما شاء الله مقرمش ازاي؟ ما شاء الله بقى شكله سفري ومقرمش خالص. هنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. تاني خطوه يا حبايبي انا عندي طاجن، هنجيب الطاجن بتاعنا بالشكل ده كده اللي بيدخل الفرن، وهجيب بقى الجلاش بتاعنا هكسره الجلاش بتاعنا بالشكل ده، هكسره بس تكسير بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب الطاجن بتاعنا هدهنه سمنه بلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. احط معلقه سمنه بلدي صغيره في الطاجن من تحت بالشكل ده، واجيب بقى الفرشه بتاعتنا واوزعها كده السمنه. بسم الله اللهم صل وزد وبارك، اللهم صل على النبي. السمنه البلدي دي بتدي له طعم وريحه وبتبقى طعم ام علي خطير جدا يا حبايبي بالشكل ده. بعد كده بقى هنزل بالجلاش بسم الله الرحمن الرحيم كده، كده بالشكل ده. بعد ما نزلت الجلاش بتاعنا بالشكل ده يا حبايبي هجيب بقى المكسرات. انا عندي لوز وعين جمل وفستق وكاش، اللي عندك متوفر. لو عندك سوداني حطيه، عندك اي مكسرات حطيها مفيش اي مشكله. هنزل بالمكسرات بتاعتنا بالشكل ده بسم الله اللهم صل وزد وبارك كده يا حبايبي، وبجوز الهند بعد ما خلصت يا حبايبي المكسرات عندي بقى لبن سخن، هنزل بالسكر بسم الله الرحمن الرحيم.
هنزل بالسكر. السكر حسب الرغبه، على حسب ما بتحبيه، مسكر قوي او سكره مظبوط. وهقلب بالشكل ده. بعد ما قلبت اللبن مع السكر بالشكل ده يا حبايبي، هنزل بقى عليه الطاجن بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بعد ما خلصت يا حبايبي اللبن، حطيت اللبن كله بالشكل ده. عندي كريم شانتيه يا حبايبي بالشكل ده، ما عنديش قشطه، فانا عندي كريم شانتيه في التلاجة، فهحط على وشه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيديله طعم زي القشطه برضو كده. اللهم صل وزد وبارك. حاجه ما شاء الله تفتح النفس، تفرحي بيها اولادك بلفه جلاش عندك لو هي متكسره منك مش عارفه تعملي بيها اي حاجه كده. كده يا حبايبي. بعد ما خلصت الكريمه يا حبايبي على وشها بالشكل ده، بقى هنحط بقى السمنه البلدي على وشها. هنزل بالسمنه البلدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه كبيره كده على كل طاجن. بسم الله. بالشكل ده. وكده الطاجن بتاعنا خلص. هندخله الفرن بقى على درجه حراره عاليه لحد ما يغلي ووشه يحمر فوق في الشوايه. بعد كده نطلعه وبالهنا. وده يا حبايبي ام علي بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ايه. خطيره خطيره جدا، وريحتها تجنن، وريحه السمنه البلدي تحفه جدا، ولا شكلها جميله جدا، ولا قوامها شايفين. بسم الله ما شاء الله. حاجه كده بصراحه يعني تفتح النفس، جميله جدا ورهيبه. جربيها بطريقتي وان شاء الله تعجبكم كلكم. وقولوا لي في الكومنتات عملتوا ام علي وطلعت معاكم ازاي. كانت معاكم اكل السما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.